عارفين ان زهرة الكركديه دي زهرة غنية جدا، ممكن نطلع منها عصير مركز، عصير جاهز للشرب، وكمان مربى. اول حاجة لازم ننضفه كويس جدا، بيكون فيه كمية شوائب مش طبيعية. هيتغسل كويس جدا ونرفعه على نار هادية على طول، مش هننقعه. هنزل بلتر من المية وعليهم كيلو من السكر. انا مستخدمه ربع كيلو من الكركديه، هكتب لكم تحت مقادير اقل. ههدي النار واغطي عليه واسيبه لحد ما السكر يدوب، وبعدين اعصر عليه ليمونه كامله، لان الكميه عندي كبيره. لو كميه اصغر تبقى نص ليمونه. محتاجين نسيبه يتطبخ على نار هاديه لمده من 10 دقائق لربع ساعه، وطبعا يكون متغطي، ما تسيبوش مكشوف. بعد ربع ساعه تقريبا بيكون خلاص جاهز. كده احنا حضرنا عصير الكركديه المركز. بنعرف انه جاهز لما بنلاقيه نازل خط متواصل كده ما بيتقطعش. بنقله على مصفى بقى واصفيه كويس. العصير اللي طلع ده عصير مركز، بنخففه مش بنشربه على طول. بنقله في ازاز طبعا نضيفه متعقمه، ومش لازم احفظه في التلاجة. المرحله الثانيه بقى زهره الكركديه اللي احنا غليناها اول مره، هنزل بيها في نفس الحله واحط عليها من لتر للتر ونص من الميه. مش محتاجه اسيبهم يتطبخوا او احط عليهم اي اضافات تانية، مجرد بس تغلي كده غلوه لمده دقيقه او دقيقتين. هرجعها نفس المصفى اصفيها، وكده انا حضرت عصير جاهز للشرب. ممكن تخففوه برضو لو حسيتوا ان هو تقيل. واخيرا بقى هعمل المربى. زهره الكركديه اللي انا غليتها هرجعها الحله وانزل عليها بكوبايه ميه وكوبايه من السكر. انصحكم في المرحله دي ان انتوا تضربوها بالهاند بلندر، بس انا بتاعتي للاسف مش شغاله فسبتها زهره كامله. اهدي النار واغطي عليها واسيبها لحد لما السكر يدوب، وبعدين هعصر عليها عصره ليمونه كامله عشان الكميه كبيره. هقلبهم في بعض كويس واسيبها بقى تطبخ لمده ربع ساعه برضو، بس هسيبها مكشوفه مش هغطي عليها. انا مش محتاجه يكون عندي سوائل كتير في المربى دي، لان زهره الكركديه بتكون شايله جواها جوسز كتير، وطبعا لما بتضرب بالهاند بلندر بيكون ليها قوام واضح اكتر عندها. بس في الفيديو ده كانت زهره كامله. هنا بعد ما جهزت حبيت اوريكم قد ايه لونها بجد ما شاء الله زاهي جدا، والصوت نفسه وانا بقلبها باين ان هي مش دراي خالص، بالعكس هي جواها جوسز كتير قوي. غرفتها بقى في برطمانات ازاز نظيفه متعقمه، وطول ما انا مش بستخدمها بسيبها بره على الرف عادي، مش محتاجه ادخلها للتلاجة. وكده المربى جاهز. من نفس الزهره طلعنا عصير مركز، عصير جاهز للشرب، وكمان برطمانات مربى. وبس كده.